اهلا بيك ايها المشاهد في عالم الناطورة. هتعمل ايه لو دخلت نقاش مع واحد صاحبك ولقيته بيقولك على فكرة الستات مش رغاية وان البنت لما تتأخر عن الجواز ما اسمهاش عانس؟ هتقول على طول الواد ده عرف له واحدة فيمينست او بقى متابع رضوى الشربيني. خلصت كلام مع صاحبك وروحت البيت لقيت مامتك بتتكلم معاك وعن الجواز برضو، بس بتقولك يا ابني انت خلاص اتخرجت يلا اتجوز، بس بص مش شرط تاخدها دلوقتي الا لو شايف نفسك جاهز. هتلاقي نفسك دماغك بتعمل ايرور شويه كده سواء من كلام صاحبك او من كلام مامتك، بس الحقيقه ان دماغك ما ينفعش تعمل ايرور ولا حاجه، وانا النهارده جايه اقولك الكلام ده معناه ايه. انا ساره سامي ويلا بينا. أعزائي مشاهدي عالم الناطورة، طبعا في كلام منتشر في الناطورة على إن الست رغاية. طب هل في دليل علمي أو حتى ديني يثبت الكلام ده؟ أكيد لأ طبعا. طب ليه الصفة دي منتشرة قوي عن الستات في الناطورة؟ ليه رمي البلا؟ الحقيقة إن سبب انتشارها هو سبب ترددها بين كتير من الناس، واكيد ابتدت عند شخص مراته فعلا كانت رغايه، كانت واكله دماغه 24 ساعه. بدا يقول الكلام ده لواحد صاحبه مراته اتكلمت كلمتين صغيرين في وقت هو مزاجه ما كانش رايق فيه، راح قايل لك ده انا كمان مراتي رغايه، وبقى ده يقول لده وده يقول لده، فانتشر ما بين الناس كلها ان الستات رغايه، وبقى اي حد مراته بتتكلم كلمتين كده في وقت هو مش رايق فيه يقول لك ده الستات كلها رغايه. عارف ده معناه ايه؟ معناه ان حصل حاجه اسمها familiarity bias او تحيز الالفه، وهنا ان الناس كلها بتنحاز كده وبتبقى واخده جنب اكتر حاجه منتشره. الغريب بقى ان بتلاقي الحاجات دي بتتورث ما بين جيل وجيل، يعني الراجل بيقول قدام ابنه ان مراته رغايه يبدا الولد يطلع يقولك يا ابني البنات كلها رغايه، الستات كلها رغايه. فالصراحه ليه بقى عندنا حاجه اسمها تحيز الالفه او الفاميلياريتي بايز؟ تعرف جمله هذا ما وجدنا عليه اباءنا؟ بالظبط هو ده اللي بيحصل. الحقيقه ان الانسان اول ما بيتولد وبيفتح عينه على الدنيا ما بيشوفش غير بابا وماما، فاي حاجه بيحذرونا منها بنخاف، واي حاجه يحببونا فيها بنلاقي تلقائي كده ما بنخافش منها وبنعملها واحنا مبسوطين. فالنصيحه منهم بقت مألوفه واللي بيحذرونا منه بقى بعبع ورعب. زي الواد الصغير كده اللي ابوه عمال يقول الستات رغايه رغايه، خلاص الواد طلع بيقولها على طول، بقت بالنسبه له حاجه فاميليار او حاجه مألوفه. يعني انا مثلا عندي واحده صاحبتي دايما بتنام وهي مغطيه رجلها سواء الجو حر او ساقعه، فلما سالتها لقيتها بتقولي اصل ماما وانا صغيره عودتني على ده، وانا ما بقتش اعرف انام خالص غير وانا مغطيه رجلي، ومره وانا صغيره جيت اعري رجلي حسيت ان في عفريت او في حد هياكلني من رجلي، فتألفت مع فكره ان هي لازم تغطي رجليها حتى لما كبرت. طبعا عايزين المشاهده تستغرب وتقولي حتى لما كبرت بقت عندها نفس العاده دي؟ هقول لك لان اللي بتعود عليه وانت صغير بيمسك فيك لحد ما تكبر، او بيحصل لك معاه ألفة كده وبتفضل معاك لحد ما بتكبر، ولما ما بتعملوش بتحس ان في حاجه غلط، لان ايها المشاهد اللي بتتألف معاه وانت صغير بيلبت فيك لحد ما بتكبر، وبتحس بمشكله او ان في حاجه غلط لما ما تعملوش. والله الحاجه دي استفاد منها قوي الناس اللي بتعمل اعلانات تجاريه، يعني بتبقى غريبه قوي ان كل يوم في اعلانات بتتكرر، كل يوم تشوف الاعلان وكل شويه تتفرج على الاعلان، فيبقى راسخ جوه دماغك الاعلان ده، بالنسبه لك بيبقى الاعلان فاميليار. زي مثلا اعلانات كوكاكولا واعلانات بيبسي، الحاجات دي على طول بتنزل اعلانات. الحقيقه اللي فهم الموضوع ده كويس قوي واستفاد منه شركات التسويق والعلامات التجاريه، لان شركات التسويق والعلامات التجاريه بقت تعمل اعلانات بشكل متكرر. يعني شركه كبيره جدا زي شركه بيبسي او كوكاكولا مش محتاجه ان هي تعمل اعلان عشان الناس تعرفها، الناس اوتوماتيكلي بتفتح ثلاجه الحاجه الساقعه تاخدها وتروح، بس هو بيبقى مصر انه يعمل اعلان ده عشان يبقى موجود وسط الناس وسط الجمهور، بيخلي نفسه فاميليار للناس، فيبقى الناس عندها فاميلياريتي بايز ناحيته. انا بشوف اعلان كوكاكولا على طول فانا مش هشرب غير كوكاكولا. طب يا عم ما توفر ميزانيه الدعايه دي وخليها في جيبك، لا انا برضو هفضل وسط الناس. هنا الشخص ده بيعمل حاجه اسمها استغلال تحيز الالفه، لان حضرتك عارف الزن على الودان امر من السحر، هتشوفني كل شويه هتروح تشتريني. فاكر اللي قلتولك في الاول على ان البنت لما تتاخر عن الجواز الناس بتشوفها عانس او ان هي انسانه فاشله؟ يعني ده بالظبط من عيوب الفاميلياريتي بايز بقى. طب ليه مثلا؟ ما هو ممكن يكون مجيلها عرسان كتير وهي بترفض، مركزه في شغلها بتدرس حاجه معينه. ليه دايما بنقول على البنات دي كده؟ طبعا انا لو قلت الكلام ده قدام اي حد قديم شويه هيقول لي اسكتي انتش فاهمك، ده هي عانس وفاشله ومحدش معبرها. طب وليه مثلا؟ ما ممكن البنت دي بيجيلها عرسان وهي بترفض، البنت مش الوقت ده المناسب ليها في الجواز، بتدرس عايزه تسافر،
طبعا الكلام ده لو ردنا بيه على حد قديم شويه هيقول لك اسكت انت ما بتفهمش حاجه، ده هي عنس وفاشله. والله الشخص اللي قال كده هو بيردد وخلاص، لان هو عنده فاميلياريتي بايظ بس واخد شكل الصراحه مش حلو خالص. وده نفس اللي بيقول لك الراجل ما ينفعش يعيط. ليه يا عم الراجل ما ينفعش يعيط؟ ما يعيط عادي، ما هو زي اي انسان. لا، الراجل ما بيعيطش، هو عنده فاميلياريتي بايظ. تخيل ايها المشاهد كل ده بيعمله الفاميلياريتي بايظ او تحيز الالفه. يعمل كل ده، وطول ما في فكره حواليك وانت بترددها لفتره طويله هتبقى فاميليار معاها جدا. المشكله ان الالفه دي بتكون جوه عقلك كدليل في حد ذاتها، وكمان كأن عقلك بيصدقها بجد. فلما تلاقي حد بينقد الفكره دي انت اوتوماتيكلي بتدافع عن الفكره من غير حتى ما تنقد او تفكر فيها، انت فاميليار معاها فهي صح. لان بالنسبه لعقلك التفكير فيها ده نوع من انواع التشكيك، وده ما ينفعش. احنا الدنيا وكل اللي حوالينا بيقول ده يبقى ده اكيد صح. وطبعا كل ده ليه سلبيات، لان التحيز مع فكره مش كويسه ومش صح ده في حد ذاته مضر جدا. زي فكره التحيز للبنت العانس ان هما بيتحيزوا لها بشكل سلبي، والتحيز للبنت اللي بتتجوز بدري او بتتجوز بعد ما تخلص الجامعه على طول ده برضو تحيز بشكل سلبي. لان انت اصلا ما ينفعش تتحيز باي حاجه ليها علاقه بالبرسوناليتي او بشخصيه الناس، لان اللي عملناه ده خلى المجتمع بيقلق كده ويتردد مجرد ما بنته ما بتتجوزش على طول، تخلص الجامعه سنه سنتين، بعد سنتين يبدا الاهل يتوتروا ويقلقوا ان بنتي ما اتجوزتش ليه، وبعد سنتين يبداوا يحطوا في دماغهم ان البنت خلاص هتفضل قاعده مكمله معاهم طول العمر. وحتى ده لو حصل ده ما يعيبهاش، ولا ده ليه اي علاقه باي حاجه. وحتى ده لو حصل ده ما يعيبهاش، لان الانسان مش بس مولود عشان هو يتجوز، لا، الانسان في حاجات تانية كتير بيعملها. وبسبب الفكرة دي كان ليها تأثير سلبي جدا على المجتمع. بنات كتير يا حرام بتتجوز بس خوف ان يتقال عليها انت عانس، وطبعا ده واضح جدا في نسب الطلاق اللي موجوده في مصر. والتحيز ان البنت رغايه ده بيخلي خناقات كتير جدا تحصل ما بين ستات ورجاله. الراجل ممكن تبقى مراته ما اتكلمتش، وانس انها اتكلمت يا ستي انت رغايه، ويبداوا يتخانقوا مع بعض. وبسبب الخناقات المتكرره تبدا الست ما تحكيش لجوزها اي حاجه، وده يزود فجوه ما بين الراجل والست، وبالتالي ممكن يوصل للطلاق في الاخر. جمله الراجل ما بيعيطش، الجمله دي وصلت رجاله كتير جدا ان هي تبقى قاسيه وجحده، لان هي عندها كبت عاطفي ما بتخرجش كل المشاعر السلبيه اللي جواها. وتحيز الالفه ده حلو في حاجات ووحش في حاجات. طبعا وحش في كل اللي قلته من شويه، وحلو زي ما بتستخدموا الماركات التجاريه كده ان هي تكون موجوده وسط الناس، لان كده تحيز الالفه اثر كتير على المجتمع وخلى الناس تتمسك بالغلط لمجرد ان هم فاميليار معاه. فلازم ناخد بالنا من كل جمله بنقولها بالذات لاطفالنا، يعني مش عشان نسكتهم نخوفهم بأمنا الغوله وبرجل مسلوخه وكل الخرافات دي، ماشي ده هيسكتهم يومها او كل حاجه، بس هتخوفهم طول حياتهم. فلازم ناخد بالنا من كل جمله بنقولها لاولادنا. يعني مثلا مش عشان نسكت الاولاد نخوفهم بأمنا الغوله وبرجل مسلوخه، لان اللي انت بتقوله ده خرافات. لما يكبر هيعرف ان مفيش حاجه اسمها ام رجل مسلوخه والكلام ده كله، بس هيكون اترسخ عنده الخوف وهيبقى فاميليار جدا مع الخوف ومع اي حاجه جديده. لان ده ممكن يوصل بشاب او شابه في العشرينات ان هي مش عارفه تنام الاوضه ضلمه خايفه من ابو رجل مسلوخه، لان ده ممكن يوصل بشاب او شابه في العشرينات ان هم مش عارفين يناموا الاوضه ضلمه لان هم خايفين من ابو رجل مسلوخه، لان الكلام ده بيأثر على شخصيتهم وبيكونها كمان، وبيأثر على فكرهم. وعلى اساس الكلام اللي انت بتقوله لهم تتكون ثقافتهم فيما بعد، والنتيجه دي بتكون على المدى الطويل. كلامنا اللي بنقوله لاولادنا ده بيتحكم جدا في رقي المجتمع. يعني انت لو عايز تنهي فكره من المجتمع ما تقدرش تقولها للاولاد كتير، ولو عايز تزرع فكره في المجتمع لا نفضل بقى نقولها للاولاد كتير. يعني مثلا طول ما احنا قاعدين حبيبي اتكلم بصوت واطي، حبيبي احترم اللي قدامك، ما تزعقش لحد، نبقى اهدى. ده هيخلي الولد اوتوماتيكلي فاميليار مع فكره الصوت الواطي، يتكلم بالراحه، ما يتخانقش مع حد، وبكده تبقى انت زرعت فكره جديده في المجتمع عن طريق الفاميلياريتي بايز. فان انت تقضي على عاده او تنشا عاده جديده دي موجوده في ايدك بسلاح الفاميلياريتي بايز. ايها المشاهد ما تنساش تعمل لنا شير لايك سبسكرايب، واشوفك الحلقه الجايه من صيد الناطوره مع ساره سامي.